بص انا بصراحه ما كنتش عايز الارجنتين ولا فرنسا تكسب كاس العالم. انا كان نفسي كريستيانو يشيل لان كريستيانو ملهم لكل الشباب في العالم في الاجتهاد. سيعودون إلى المنزل وهم في قمة الإحباط والخجل مما فعلوا. خجل، عليهم أن يكونوا خجلين من أنفسهم. ما هكذا تعلمنا في كرة القدم، ما هكذا تعلمنا في كرة القدم. على الدقيقة السابعة هي الفانيلا رقم 7، هي رونالدو في زمن النكران وعصر الزهايمر. كريستيانو اللي انقلبت عليه الملايين، هذه الملايين اللي طالما سعدها لسنوات ونادت باسمه للسنوات. كريستيانو اللي اطلقت عليه من سنوات صاروخ ماديرا كبير فنشال، طعنه احباؤه قبل خصومه ونكره الاقرباء قبل الابعاد. اللاعب الذي ذهب بدون وداع، طبعا بدون وداع، بالتالي جماهير الملكية تردد قل لي لماذا اخترتني وأخذتني بيديك من بين الأنام ومشيت بي ومشيت ثم تركتني. إن كنت يا ملح المدامع تركتني فأقل ما يرد السكوت من الكلام هو أن تؤشر من بعيد بالسلام، أن تطلق الأبواب إن قررت ترحل في الظلام. ما ضر لو ودعتني يا رونالدو، ما ضر لو ودعتني ومنحتني فصل الختام، حتى أريح يدي من تقليد آخر صفحة من قصتي تلك التي يشتد أبيضها فيعميني إذا اشتد الظلام. حتى أنام. رونالدو 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 رونالدو